أعمال بعد رمضان تأخذ عليها حسنات وآجار كأنك ما زلت في رمضان. الكلام اللي أقول لك ده موجود في البخاري ومسلم، مش بجيب لك كلام من عندي، ده من عند الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الصحة. اغفر لك ما تقدم من ذنبك في رمضان، أعمال يسيرات بعد رمضان. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: من توضأ فأسبغ الوضوء فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. واحد بقى لا اله الا الله. اقول لك كمان يا سيدي صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انت لما صليت مع الامام فقال امين، فانت قلت كما قال الامام امين، فمن وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه. مش كده بس